عارف الموقف ده؟ تبقى قاعد مع أصحابك في القهوة أو في خروجة وتسمع الأذان، قلبك من جوه يقول يلا نقوم نصلي، بس لسانك يتشل. تبتدي تبص حواليك وتقول لنفسك هيسخروا مني، هيقولوا إني متدين فجأة، هيقولوا إيه مالك عامل شيخ، فتسكت وتسيب الصلاة تروح علشان بس خايف من كلمة، بس مش خايف من إن ربنا يناديك وإنت ما تجاوبش. إحنا بقينا جيل ساعات بيستحي من الطاعة وأوقات ما بيستحيش من المعصية. ممكن حد يشغل أغنية بصوت عالي قدام الناس عادي، بس لو حد شغل قرآن يقول وطي شوية علشان ما نضايقش حد. مع إن الصح إن اللي يقول يلا نصلي ده المفروض يبقى قدوتنا مش مادة هزارنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يعني لو قمت وسط أصحابك وقلت يلا يا رجالة نصلي جماعة وقام معاك واحد بس، انت واخد اجره هو كمان. خد بالك الصحبة اللي تزعل لو قلت يلا نصلي هي صحبة محتاجة مراجعة مش مجاملة. المرة الجاية اللي تسمع فيها الأذان وانت قاعد مع الناس، جرب تقول ببساطة يلا نصلي ونكمل القعدة. مش لازم تبقى خطبة، هي كلمة واحدة بس عند ربنا كبيرة قوي. اوعى تستحي من علامة قربك من ربك. استحي بس لو فضلت ساكت وانت عارف ان الحق معاك. وما تنساش تصلي على النبي. سلام.